السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات كورس تعلم كاميرات المراقبة الأنالوج. معاكم المهندس محمد حسن ومنوريني على قناة السيرفر. الكورس ده برعاية شركة سمارت جارد، وهنقدمه على شكل سلسلة من 8 حلقات متكاملة علشان تتعلم خطوة بخطوة كل ما يخص نظام كاميرات المراقبة الأنالوج من الأساسيات إلى الاحتراف. طبعا في الحلقة الأولى هنتكلم عن مقدمة عن كاميرات المراقبة، وقسمت الحلقة إلى 4 نقاط علشان نفهم الكاميرات بشكل أسهل. النقطة الأولى متى ظهرت كاميرات المراقبة، النقطة الثانية أنا ليه أصلا أركب نظام كاميرات مراقبة، النقطة الثالثة أنواع أنظمة المراقبة، النقطة الرابعة مكونات نظام كاميرات المراقبة. هنتكلم على أول نقطة، متى ظهرت كاميرات المراقبة. ظهرت كاميرات المراقبة لأول مرة في الأربعينات من القرن العشرين، وتحديدا سنة 1942 في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا لمراقبة انطلاق صاروخ الV2، والهدف منها مراقبة انطلاق الصواريخ من على بعد بشكل مباشر، لأنه ما كانش ينفع يكون موجودين ساعة انطلاق الصاروخ، ففكروا في حل مثالي لمشاهدة انطلاق صاروخ الV2 من على بعد. تمام، في الوقت ده ساعة انطلاق الصاروخ شاهدوا، ولكن كانت المشاهدة فقط وليس بتسجيل فيديو. النقطة الثانية، أنا ليه أصلا أركب نظام كاميرات مراقبة؟ أولا الإحماء من السرقة. كاميرات المراقبة بقى شيء أساسي في أي مكان، كان بيوت، كان مصانع، شركات. وجود كاميرات المراقبة في المكان بيخوف أي حرامي أو متطفل، وبيخليه يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل حاجة. تاني حاجة التوثيق والمتابعة. الناس بتحب تحس بالأمان. أول خطوة هي إن المكان يكون مراقب بالصوت والصورة. الكاميرات بتسجل كل حاجة بتحصل. ده يفيدك في إيه؟ يفيدني في حاجات كتير. يفيدني مبدئيا في مثلا مراجعة أي مشكلة حصل مشكلة بين الموظفين، حصل مشكلة في الشارع، حصل مشكلة مع أولادك، أيا كان، فده بقى عامل أمان. تاني حاجة متابعة الموظفين والعمال. أنت والله راجل في شغلك بتتابع موظفينك، بتتابع خط الإنتاج، كل حاجة. تالت حاجة دليل قانوني لأي مشكلة حصلت أو جريمة. حصل معاك مشكلة في الشركة، حصل مشكلة في الشارع، حصل مشكلة في كذا في كذا في كذا، الدليل بقى معاك دليل قانوني لأي مشكلة حصلت أو جريمة. تالت نقطة أنواع أنظمة المراقبة. طبعا احنا عندنا نظام الأنالوج اللي هو النظام التقليدي والأكسسوار، اللي هو محتوى الكورس اللي احنا بنتكلموا فيه، اللي هو معتمد بكابل الكويكسل، اللي هو كابل محوري اللي هو بيشبه كابل الدش. وعندنا حاجة اسمها جهاز DVR اللي هو ديجيتال فيديو ريكوردر. تاني حاجة النظام الرقمي اللي هو IP انترنت بروتوكول، نظام حديث بيعتمد على الانترنت والبروتوكولات الشبكية، شغال بكابل USB اللي هو كابلات النت. وجهاز NVR نتورك فيديو ريكوردر. تالت حاجة الأنظمة اللاسلكية اللي هي الوايرلس، طبعا معروفة من اسمها، اللي هي كاميرا بتشتغل بدون كابل معتمدة بالواي فاي، اللي هي زي السمارت هوم اللي بتشتغل في البيوت، بتتربط بأبليكيشن موبايل. رابع نقطة مكونات نظام كاميرا المراقبة. عندنا أي نظام أو أي سيستم مكون من بضعة حاجات. طبعا عندنا نظام كاميرات المراقبة الأنالوج مكون من 7 نقاط. أول حاجة كاميرات مراقبة، تاني حاجة جهاز التسجيل اللي هو DVR، تالت حاجة الهارد ديسك اللي هو HDD هارد ديسك درايف. تمام، الهارد ديسك درايف ده عبارة عن وحدة تخزين داخلية بيركب جوه جهاز DVR. الباور سبلاي اللي هو التغذية الكهربائية للكاميرات، الكابلات والكونكتور اللي هو الجاكات الBNC والجاك الباور، الشاشات المونيتور اللي بتعرض بعد ما تخلص السيستم. طبعا احنا انتهينا من اول حلقة. استنونا كل يوم 4 في حلقة جديدة علشان تاخد جرعتك الأسبوعية من المعلومات والخبرة العملية اللي هتفرق معاك في شغلك وفي حياتك. ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس لو بتشوفنا على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التيك توك علشان يوصلك كل جديد أول بأول. أشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.